واليوم أني بمستشفى ومادي التعليمة اللي ملقبة بمستشفى صدام. عندنا عملية مال أختي الصغيرة وكملنا الطبلة والمعلومات وهسه الحين متجه على قسم العمليات. ما أبي حيل أصعد عداج وقلت خلنا نصعد بالمصعد، وما شاء الله المستشفى كلش نظيفة وحلوة وقاعد يشتغلون بيها، إن شاء الله تتطور بعد أكثر. واقفين وننتظر عملية تخلص والحمد لله ماكو إلا نص ساعة وخلصت العملية ونجحت العملية وألف الحمد لله والشكر. العملية تطويل العصب مال رجليها لأن من الولادة ما تمشي على رجليها كلها، تمشي بس على صابعها، والدكتور طول العصب 5 أصابع، والدكتور كتب لنا وصفة علاج ورحت اجيبها هسه من الصيدلية، وقلت اني صاعد خلنا نجيب العابة انا وياي لان ما تقدر تمشي الا خلنا نزلناها. اليوم المصعد خصصوه بس الي كل ساعة صاعد نازل، صدق كذب. بعدها كملنا كل الاجراءات والحمد لله كملنا العملية، وهسه طلعنا راجعين للفلوجة وشوف الغدا حاطه بحضني، صدق كذب. رجعت لمطرتنا ولقيت الاجواء عالمية ويقولون